نهضة بركان غادي يدخل واحد المعركة كروية كبيرة ضد سيمبا التنزاني في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية السبت في الميدان ديالهم. الجمهور كيتسنى بزاف واللعابة عازمين يكتبوا التاريخ من جديد، خصوصا وأن الإياب غادي يتلعب بعيد في زنجبار نهار 25 ماي بعد ما الكاف قرر يبدل دار السلام بسبب الشتاء والرياح. الفريق البركاني عايش موسم خرافي، توجوه بأول لقب في الدوري المغربي، والفضل راجع الخدمة ديال المدرب التونسي معين الشعباني اللي قدر يخلق توليفة قوية فيها الروح والقتالية والتكتيك. دابا الهدف هو يضربوا عصفورين بحجرة واحدة، لقب البطولة ولقب الكونفدرالية. بركان سبق لي هذا قطع من اللقب في 2020 ضد بيراميدز و2022 ضد فيتا كلوب، ولكن الخسارة في نهائي العام اللي فات قدام الزمالك باقي حرقة في القلب، واليوم الفرصة رجعت باش يديروا الريمونتادا التاريخية ويصالحوا الجمهور. من جهة أخرى سيمبا راه ماشي سهل، عندهم تجربة وعارفين يلعبوا تحت الضغط، لكن كيبقى بركان هو اللي عنده الأفضلية في الذهاب، والجمهور البركاني معروف بالحماس والوفاء، غادي يكون السند الكبير في هذه المقابلة. دابا السؤال اللي كيطرح، واش نهضة بركان قادرة تربح اللقب الثالث وتكتب اسمها من ذهب في السجل القاري؟ خلي رأيك في التعاليق، واش كتشوف بركان قادرة تديرها؟ ما تنساش دير لايك، ابوني وبارطاجي مع اصحابك، حيت هاد النهائي ماشي غير ماتش، هادي قصة ديال العز والتاريخ.